السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ قبل ما ابدأ في موضوع النهاردة، حابة انكم تعملوا لي لايك على الفيديو وتكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. عايزاكي النهاردة تعملي معايا تجربة بسيطة. اقفلي عينيكي اللحظة وتخيلي ان احنا النهاردة مش في 2026. تخيلي اننا بعد سنة كاملة من دلوقتي، وبتبص على حياتك وعلى شكلك وعلى ثقتك بنفسك وفلوسك وصحتك ونفسيتك. هل هتكوني مبسوطة بالنسخة اللي وصلت لها، ولا هتقولي السنة عدت بسرعة قوي ومفيش حاجة اتغيرت؟ طيب، عارفة اكتر حاجة كانت بتصدمني ان كل سنة اقول السنة الجاية هتكون مختلفة، وبعدين الاقي نفسي في اخر السنة تقريبا في نفس المكان. مش لاني فاشلة ولا اني مش عايزة اتغير، لكن التغيير الحقيقي ليه طريقة مختلفة خالص عن اللي معظمنا متخيلين. احنا فاكرين ان الحياة بتتغير بقرار كبير، لكن الحقيقة ان الحياة تتغير بعادات صغيرة جدا. بطلي تستني اللحظة المثالية. زمان كنت فاكرة اني محتاجة ابقى جاهزة ابدأ، او اخس، او اعمل قناة، اتعلم، اغير حياتي. وكان عندي اقتناع ان في يوم هصحى فجأة وهحس بالحماس والثقة والوضوح. لكن اليوم ده عمره ما جه، واعتقد ان كتير مننا مستني اليوم ده، مستني يبقى عنده وقت اكتر وفلوس وطاقة وثقة. لكن الحقيقة كل الناس اللي سبقونا كانوا خايفين. تخيلي مثلا واحدة نفسها تخس 20 كيلو، كل يوم بتقول هبدأ السبت، ويجي السبت فتقول لا اصل عندي مناسبة، وبعدين عيد ميلاد، وبعدين العيد، وبعدين الشتاء، وبعدين الصيف، وفجأة سنة كاملة عدت وهي لسه واقفة مكانها. في حين ان في واحدة تانية بدأت تمشي 15 دقيقة بس كل يوم، بس حست بفرق وخست وبقت يعني تمام. التغيير بيبدأ صغير. احنا بنحب الحاجات الكبيرة، بنحب فكرة التحول السحري قبل وبعد، لكن الواقع ممل شوية. الواقع عبارة عن قرارات صغيرة متكررة، عارفة زي نقطة المية كده، نقطة واحدة ما تعملش حاجة، لكن لو كل يوم نزلت نقطة على نفس المكان ممكن تنحت الصخر. نفس الفكرة في حياتك. 10 صفحات قراءة يوميا، 20 دقيقة مشي، نص ساعة تعلم. الحاجات دي شكلها بسيط جدا، لكن بعد سنة مستحيل تبقي نفس الشخص. تخيلي بنت عندها ساعة فاضية يوميا بتقضيها في التقليب على السوشيال ميديا، ساعة واحدة بس. بعد سنة هتكون قضت اكتر من 365 ساعة، يعني اكتر من 15 يوم كاملين من عمرها. دلوقتي تخيلي لو نفس الساعة دي كانت بتتعلم لغة او مهارة او حتى قراءة. شايفة الفرق؟ الموضوع مش وقت، الموضوع الوقت بيروح فين. اختاري الشخص اللي عايزة تبقي عليه بعد سنة. اكبر غلطة اننا نركز على النتيجة وننسى الشخصية. يعني ايه؟ يعني واحدة تقول انا عايزة ابقى ناجحة. طيب مين الشخص الناجح اصلا؟ شخص ملتزم ومنظم بيكمل حتى لو ما عندوش مزاج. فبدل ما تسألي ازاي انجح، اسألي ازاي ابقى شخص ناجح. لان النجاح نتيجة، لكن الشخصية هي السبب. في فترة من حياتي فهمت حاجة مهمة جدا، ان البيئة بتأثر علينا اكتر مما نتخيل.
لو كل اللي حواليكي سلبيين هيقولولك مستحيل، ولو كل اللي حواليكي بيشتكوا هتشتكي، ولو كل اللي حواليكي مستسلمين هتستسلمي. عارفة لما تكوني متحمسة تعملي حاجة وحد يجي يقولك هو انت فاكرة نفسك هتبقي مين يعني؟ الجملة دي لو اتكررت كتير ممكن تقتل حلم كامل. عشان كده اختاري مين اللي تسمعيله. المقارنة أكبر سارق للسعادة. مرة شفت جملة جميلة جدا بتقول مقارنة بدايتك بمنتصف رحلة شخص آخر ظلم لنفسك. وهي فعلا كده. انت ممكن تشوفي بنت ناجحة وجميلة عندها متابعين وتقولي يا بختها، لكن انت ما شفتيش السنين اللي تعبت فيها ولا المرات اللي فشلت فيها ولا اللي دفعته عشان توصل. انت شفتي النتيجة بس. اتعلمي حاجة جديدة. في ناس حياتها اتغيرت بالكامل بسبب مهارة واحدة، مش شهادة ولا واسطة، مهارة واحدة. مثلا اتعلمت مونتاج، التانية اتعلمت تسويق، التالتة اتعلمت انجليزي، وهكذا. وفجأة بقى عندها فرصة ما كانتش تحلم بيها. عشان كده لو سألتين ايه افضل استثمار، هقولك استثمري في عقلك. سامحي نفسك، ودي يمكن من اهم النقاط. في ناس مش عارفة تبدأ لانها لسه بتعاقب نفسها على الماضي. كل شوية تقول انا ضيعت وقت، انا غلطت، انا كنت ساذجة، انا كنت مقصرة. طيب وبعدين؟ هتفضلي شايلة الذنب لحد امتى؟ كلنا اخطأنا، كلنا ضيعنا وقت، لكن الشخص اللي حياته بتتغير هو اللي بيقول خلاص اتعلمت الدرس وهكمل. في بقى سر محدش بيقولهولك. في اول شهر من التغيير مش هتشوفي نتيجة كبيرة. طب خدي بقى الكبيرة، في اول شهرين كمان مش هتشوفي برضو نتيجة. وده السبب اللي بيخلي ناس كتير تستسلم. انا عايزاكي بس تتخيلي معايا شجرة. اول فترة الجذور بتكبر تحت الارض، صح؟ بس انت مش شايفة حاجة، لكن ده مش معناه انها مش بتنمو. نفس الشيء بيحصل معاكي. كل خطوة صغيرة بتعمليها، كل عادة جديدة، كل مرة بتختاري نفسك، كل مرة بتكملي رغم الكسل، كل ده بتراكم لحد ما في يوم تبص لنفسك وتقولي انا فعلا اتغيرت. عايزاكي تفتكري حاجة اخيرة. بعد سنة من النهاردة، السنة دي هتعدي سواء عملتي حاجة او لا. هتعدي وانتي بتحاولي، او هتعدي وانتي بتأجلي، لكنها هتعدي. فالسؤال الحقيقي مش هل انا هقدر اتغير في سنة، لا، السؤال هو لو فضلت زي ما انا سنة كمان هكون راضية عن نفسي. ولو اجابتك لا، يبقى يمكن النهاردة هو افضل وقت للبداية. اشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.